أتقدم بالشكر الجزيل للشعب العراقي الشقيق على استضافة هذه القمة، وعلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوفير الظروف الملائمة لعقدها في جو من التآخي والوفاق، متمنين أن تكلل أشغالها بكامل النجاح والتوفيق. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، إن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية والذي يذهب ضحيته يوميا العشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع لا يسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يعانيه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكافة مبادئ حقوق الإنسان. وأمام الوضع المقلق الذي تعيشه المنطقة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ندعو من هذا المنبر إلى ما يلي: أولا، الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة في أفق الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار. ثانيا، التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل وترحيل السكان الآمنين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية. ثالثا، العمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية وخاصة المواد الطبية والغذائية إلى قطاع غزة والضفة الغربية وعدم عرقلتها لأي سبب كان. رابعا، الحفاظ على دور الوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف المجتمع الدولي لفائدة السكان المدنيين. خامسا، وضع خارطة الطريق المتكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة دون تهجير للسكان، وذلك بإدارة من السلطة الفلسطينية وإشراف عربي ودولي. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية ومسؤولياتها التاريخية حيال أشقائها ومواقفها اتجاه القضية الفلسطينية، فإننا نجدد التأكيد على ما يلي: ضرورة فتح الآفاق أمام سبل الحل السياسي بهدف إقرار سلام حقيقي وعادل في المنطقة يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وقطاع غزة جزء لا يتجزأ منها. تقديم ما يكفي من الدعم للسلطة الفلسطينية بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتقوية مؤسساتها بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الأمن والسلم والتقدم والازدهار. التأكيد على أن المصلحة الوطنية والمصالحة الوطنية تبقى هي المدخل الأساسي لتقوية الموقف الفلسطيني في أفق أي عملية سلام مرتقبة. ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا بصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل الدفاع عن المقدسات وعلى رأسها القدس الشريف من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني التي تطلع به وكالة بيت مال القدس في إنجاز مخططات ومشاريع ملموسة تروم صيانة الهوية الحضارية والروحية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القدس. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، إن الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة التي تنعقد في هذه القمة الهامة تستوجب توفر إرادة سياسية صادقة تؤمن بالبناء المشترك والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة. ومن هذا المنطلق فإن نجاحات العمل العربي المشترك لن تتحقق إلا باستكمال ورش إصلاح منظمتنا الذي انطلق منذ سنوات وبالشكل الذي يلبي طموحات دولنا في إطار من التوافق والانسجام. والمملكة المغربية تدعم كل المبادرات. ولا شك أن كل ملاحظ موضوعي من دور حيوي ضروري في لم الشمل وجمع الأشقاء تحت سقف مكان واحد
حيث ينصتون لبعضهم البعض ويوحدون الآفاق المتعددة في أفق مشترك، ويأتلفون أو يختلفون حتى دون ما قطائع أو توترات، من أجل إيجاد صيغ المشتركة التي توحد ولا تفرق، وترسم سبل التعاون بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية. لذا علينا أن نتأمل المشهد الكوني اليوم كأمة عربية واحدة موحدة، نزاعات حادة وحروب هنا وهناك بكل تداعياتها الراهنة والمستقبلية، ولكن التحدي الأكبر والانشغال المشترك يظل هو القضية الفلسطينية التي تمر بظرف دقيق سمته كما ورد على لسان جميع السادة الرؤساء: العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وفي هذا الصدد أضم صوتي إلى أصوات الزملاء في إدانة أعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال، والدعوة إلى الوقف الفوري لهذا العدوان وإنهاء الحصار ووقف كافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفتح المعابر وإفساح المجال للأعمال الإنسانية، ووقف استهداف أطقم الإغاثة المدنية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مستلزمات الحياة. وبالتأكيد فإن وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال مظاهر الحرب ينبغي أن تكون منطلقا لأفق سياسي ودبلوماسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناته وإنهاء احتلال أراضيه، وأن يصار إلى مفاوضات جادة وصادقة برعاية دولية يكون هدفها التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن قيام دولة فلسطينية معترف بها قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد لا يفوتني ولا تفوتني الفرصة للتذكير بالمواقف المشرفة والرؤية الحصيفة والدعم الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية، وبما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية واجتماعية تعزز الصمود والوجود الفلسطيني في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة، كترجمة ملموسة للمواقف التاريخية التي كانت دائما المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة ومكونات سياسية ومدنية إزاء القضية الفلسطينية. ولا أريد هنا أن أتحدث بلغة الوعظ، ولكن التغيرات الدولية والإقليمية تطرح علينا جميعا كنخب سياسية أو فكرية عربية وقيادات على كل المستويات أن نفكر تفكيرا جديدا واقعيا براغماتيا يقدر الظروف والشروط